مبدئيا كده الكل يصلي على النبي. قصة الفيلم حلوة جدا وهتعجبكم، بس قبل ما ابدأ يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انت لسه مش مشترك، وتفعل جرس الاشارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ ملخصنا على طول. بيبدأ الفيلم بأم بيكون بيتفرج على استعراض لممثل مشهور، وهو بيفضل يتخيل نفسه مكانه لأنه حلمه أن يكون ممثل كبير ومشهور. وبعد الاستعراض ده بنشوفه هو مع أكتر صاحب قريب ليه، بابو، بيكون بيشجعه ومؤمن جدا بقدراته وأنه هيبقى ممثل كبير ومشهور. شايفين أدي الصحاب ولا بلاش؟ وبيبقى شايفه أنه هو أكيد هيبقى نجم كبير ومشهور في يوم من الأيام، وأنه هو شخص مميز وهيقدر يوصل لحلمه. ولكن العقبة الوحيدة اللي في حياته هو اسمه، لازم يغيره لأنه مش هينفع يكون نجم كبير ومشهور واسمه أوم. وهو بالمناسبة اسمه أوم براخاش ماهيجا، يعني بالذمة ده ينفع اسم ممثل برضو؟ ده لو اسم لعنة مش هيبقى كده. وبعد كده أوم بيروح البيت وبيقول لمامته إن هو عايز يغير اسمه لأن اسمه ده مش هيخليه نجم في يوم من الأيام. وبعد لما بيخلص كلامه مع مامته بيخرج وبيتكلم مع حبيبته اللي هي في الصورة الكبيرة قوي دي، اللي هي الممثلة شانتي. بيفضل يتكلم معاها كلام رومانسي جدا ويعبر عن حبه ليها، لدرجة ان كل الناس اللي في الشارع بيلاحظوا وبيفضلوا يضحكوا على الهبل اللي هو بيعمله ده. وهو بيحبها جدا ونفسه انه يقابلها كمان. وبعد كده بيتضح ان مامته وصاحبه كانوا واقفين وسامعين كل اللي كان بيحصل، وبيفضلوا يقولوله ان هو اكيد في يوم هيوصل ويبقى ممثل كبير زيها ويمكن اكتر، ويتعلق له صورة زي دي ويمكن صورة اكبر منها. القرد في عين امه غزال، وبقى قابلين يا حاجة. وبابا بيعرفوا ان النهارده في عرض كبير جدا للممثلة شانتي وممكن يقدر يشوفها ويقابلها هناك. وفعلا بيروح العرض وبتظهر شانتي، وهو بيكون باصص لها طول الوقت ومبسوط جدا انه شايفها، وبيفضل سرحان فيها لدرجة ان الفستان بتاعها بيمسك في ايده وهي مش بتكون واخدة بالها منه، وهو بيفضل ماشي وراها لحد ما هي بتفك الفستان وبتسيبه وبتمشي. وبيدخلوا وبيحضروا الفيلم وهو مش بيكون مركز مع الفيلم اصلا وباصص على شانتي طول الوقت. وبعدين بتبدأ اغنية في الفيلم وهو بيندمج جدا لدرجة انه بيتخيل نفسه مكان البطل، واندماجه ده طبعا بيخليه يقوم يرقص وسط السينما، وصاحبه كمان بيقوم وبيرقص معاه، وطبعا ده بيخليهم يطردوا برا قاعة السينما خالص. وصاحبه بيكونوا نازلين كومبارسات في فيلم شانتي الجديد، وبيشوف موكيش وهو منتج الفيلم بتاعها. وبيبدأ تصوير الفيلم وبيكون في مشهد عبارة عن ان شانتي والمكان كله بيولع حواليها، والبطل اللي بيكون معاها في الفيلم بيكون واحد خيبان كده وبيهرب من الموقف. وطبعا اللي بيتصدى للموقف ده هو أوم وبينقذ شانتي. بابا بيروح وبيزعق معاه وبيقوله انت عرضت حياتك للخطر، لكن أم مش بيكون همه وبيرد عليه وبيقوله انا بالنسبة لي مفيش حاجة عندي اهم من شانتي. وبعد كده شانتي بتروح له وبتشكره جدا لانه انقذ حياتها. ويا عزيزي المشاهد ويا عزيزاتي المشاهدة، انا كمان محتاجاكم انكم تنقذوا حياتي وتعملوا لي لايك واشتراك. اشتركوا في القناة بليز. وبعد كده تاني يوم بتروح له وبتقابله وبيبان كده ان هي ابتدت تعجب بيه، وهو وبابو بيمثلوا قدامها ان هما هيعملوا دور كبير، بس بعد كده بيعترف لها بالحقيقة وبيقول لها بصي كده من الاخر انا واحد كداب، وهقولك ليه يا ستي، لان انا حاسس طبعا ان في فرق ما بيننا، انت نجمة كبيرة ومشهورة لكن انا نكرة وماليش اي لازمة. بصي يا امي يا حبيبي، هي الصراحة حلوة وكل حاجة بس انت كده بتهين نفسك يا بابا. المهم هي بتقوله ان مفيش فرق خالص ما بينهم، وان هي مقدرة جدا ان هو كان هيضحي بحياته علشان خاطر ينقذها، وقدر بكل شجاعة ان يدخل وسط النار وينقذ حياتها، وان هي بجد مش عارفة تردله الجميل ده ازاي. بيقول لها لو انت عايزة ترديلي الجميل فعلا يا ريت نتقابل النهاردة بالليل، وهي مش بترفض طلبه ده وبتروح فعلا علشان تقابله. بيوريها القمر من مسرحه اللي هو بيمثل عليه، بيكونوا مبسوطين مع بعض جدا وبيغنوا وبيرقصوا بالشكل ده. واليوم بيخلص على كده، وتاني يوم بيروح لها مكان التصوير وبينده لها لكن هي بتسيبه وبتطنشه وبتعمل نفسها ان هي ما تعرفوش. والله يا يا ابني شكلك بقى وحش جدا. بيستغرب وبيحس ان في حاجة غلط، وبعد كده بيروح وراها وبيعرف يعدي من الامن. هو بيدخل وراها وبيستخبى في أوضة علشان سمع صوت الامن لانهم كانوا بيدوروا عليه. وفي الأوضة اللي هو كان مستخبي فيها بيكون في شباك بيبص على الأوضة اللي موجودة فيها شانتي، وبعد كده بيسمع صوت شانتي وهي بتتكلم مع المنتج موكيش، وهي متعصبة منه جدا لانه هيتجوز بنت رجل اعمال كبير. لكن هو بيقول لها ان هو هيعمل كده بس علشان هياخد من الشخص ده تمويل كبير جدا يقدر يكمل بيه تصوير الفيلم، اللي هو الفيلم ده شانتي واللي شانتي المفروض ان هي بتاخد بطولته.
وهي بتكون متعصبة عليه جدا وبتقوله انت ازاي هتتجوز واحنا اصلا متجوزين. وهنا اوم بينصدم جدا. شانتي بتكمل كلامها مع موكيش وبتقوله انت لازم تعترف بعلاقتنا قدام الناس. موكيش بيقولها تمام مفيش اي مشاكل، بس يخلص بس تصوير الفيلم في الاول. صحيح صنف ملوش امان. وطبعا كلنا عارفين ان الهنود ما بيعملوش اي حاجة في حياتهم غير انهم بينصدموا، فأم بينصدم جدا قوي لما بيعرف حقيقة شانتي. شانتي بتقول لموكيش ان وقتها هيكون فات الاوان لان هي حامل. طبعا بيزعل وبيحزن جدا وبيدخل في حالة اكتئاب شديدة. وبعد فترة موكيش بيكون محضر مفاجأة لشانتي وبيقول لها ان البيت الكبير ده هيتعمل فيه فرحهم، بس بعد ما يخلص تصوير الفيلم. اهم حاجة الثبات على المبدأ. وطبعا هي بتفرح بالكلام الجميل ده، وبيكون في المكان من بدري وسامع كل اللي بيحصل، وبيزعل اكتر من الاول وهو بيخرج من المكان. وبعد كده بنتفاجئ لما معاملة موكيش بتتغير في ثانية واحدة مع شانتي وكل حاجة بتتقلب، وبيقول لها انت هتدمري لي مستقبلي واعمالي الفنية، وبيغدر بيها وبيولع فيها وفي المكان. وبعد كده بيسيبها وبيمشي. انا قلتلك يا قلب امك ان ده صنف ملوش امان. بتفضل تندع عليه لكن هو بيسيبها ولا هنا، وبيكون واقف بره وبيجري علشان ينقذها، لكن رجالة موكيش بيضربوه وبيمنعوه من ده وبيسيبوه وبيمشوا بعد ما بيفكروا خلاص ان هو مات. لكن ازاي ده البطل مش ممكن يموت ابدا. وهو بيدخل البيت وبيكون البيت ولع من كل حتة، بيحاول انه ينقذها ويمدلها ايديه وهي لسه هتمسك ايديه، لكن انفجار النار بيبعده جدا عنها وبيطلعه بره البيت، والبيت كله بينفجر بشانتي وفي عربية بتخبط واللي بيكون خبطه ده ممثل كبير اسمه راجيش كابور، وهو رايح المستشفى علشان خاطر ياخد مراته لانها كانت بتولد، وبياخد معاه شانتي هو كمان في السكة. الدكاترة بتحاول انها تنقذ حياته لكن هو بيموت. وفي نفس الوقت ده بقى بيظهر معانا ابن الممثل الكبير، وبيكون اتولد وبعد 30 سنة يظهر كابور ابن الممثل الكبير راجيش كابور، وهو اللي مات من شوية، لكن احنا هنعمل نفسنا ان احنا مش عارفين. المهم بيكون ممثل مشهور جدا وليه معجبين كتير، وهنا بيكون مع المخرج علشان يصوروا مشهد في الفيلم، وبيكون مغرور شوية ومش بيكون عاجبه المشاهد اللي هو قال عليها المخرج، بيكون عايز يعدلها باستعراضات. وفعلا المخرج مش بيرفض له طلب وبيبدأ الاستعراض، والاستعراض ده بيكون فيه نار، واول لما بيشوفها بيبدأ يتوتر، وبنعرف ان هو عنده فوبيا من النار. وبعد لما بيخلص تصوير فانزاته كلها طبعا بتكون حواليه من كل مكان، فبتظهر مامة اللي هو مات وبتقوله ابني حبيبي ارجع لي، وهو بيكون مش عارف مين الست الخرفانة دي. وفي نفس الوقت ده بيظهر بابو صاحب بيكون كبر وعجز وصبغ شعره ابيض، بيجي ياخدها وبيقول لها خلاص بقى يا حاجة ابنك مات وشبع موت، وده ممثل مشهور جدا وابن ممثل كبير ومشهور. وبعد كده الممثل مش بيكون عاجبه المخرج ولا لوكيشن التصوير، وبيقوله ان هو عايز يغير اللوكيشن وعايز يروح مكان تاني. وفعلا بعد كده بيروح القصر اللي ماتت فيه شانتي، واول لما بيدخل المكان بيحس انه شاف المكان ده قبل كده، ولما بيحاول انه يقرب من المكان اكتر او يلمس اي حاجة بيشوف شانتي قدامه، وطبعا بيتخض جدا. واول لما بيكمل تصوير الدنيا بتشتي وبتمطر، وبعد كده بيروح تاني للمكان اللي ماتت فيه شانتي وبيشوف كل اللي حصل من 30 سنة قدامه، وبيكون مش فاهم ايه اللي حصل ده، لحد ما بيجي واحد من المساعدين وبيقطعه وكل حاجة من حواليه بتختفي. بعد كده بقى بيجي حفلة توزيع الجوائز، بيكون بيستلم الجايزة وبيقول الخطاب اللي كان قاله قبل ما يموت، وده بيحصل غصب عنه وهو مش بيكون فاهم هو بيعمل كده ليه وبيقول ايه ومين الشخص اللي هو بيقول كلامه ده. وبعد كده باباه بيكون عامل له حفلة وعازم فيها كل الممثلين، وبيحضر الحفلة دي موكيش، وأول لما بيشوفه بيفتكر كل حاجة، وبنعرف بقى ان روحه انتقلت لروح الطفل اللي اتولد. وبعد لما بيفهم كل حاجة بيروح لمامته وبيتأسف لها وبيقول لها ان هو في الاول ما كانش فاهم حاجة ولا فاكر حاجة. وبعد كده بيقابل صديق عمره وبابو في موقف مؤثر جدا، وبعد كده بيقول لبابو انهم لازم ينتقموا لموت شانتي، لان احنا دلوقتي خلاص بقت الامور في صالحنا وانا بقيت ممثل كبير مشهور ومعروف. وبعد كده بيروح وبيقابل موكيش فعلا وبيعرض عليه ان هو يرجع يصور فيلم شانتي تاني. بيكون رافض في البداية، لكن بعد محايلة كبيرة اخيرا بيوافق.
وبيقوله بمجرد ما هلاقي بنت تاخد دور البطولة هبدأ في تنفيذ الفيلم على طول. وطبعا اللي بيعمل الخطوة دي أكيد وصاحبه. بيكونوا بيعملوا تجارب أداء لممثلات علشان يختاروا واحدة تكون شبه شخصية شانتي بالظبط علشان تاخد دور البطولة في الفيلم. مفيش ولا واحدة بتكون تنفع منهم لحد ما في بنت بتيجي متأخر جدا وبتكون نسخة من شانتي شبهها وشكلها بالظبط، لكن اسمها سانتي، سنتيمتر مربع. بهزر. المهم بتكون مستهترة بالأمور ومش واخدة الموضوع بجدية خالص. بيتعصب عليها وهي بتقدر تفهم الحكاية لأن هو بيحكي لها على كل حاجة وبتبدأ فعلا إنها تساعده. وبعد كده بياخد موكيش للوكيشن التصوير اللي حصل فيه الحادثة، وطبعا هو بيكون متضايق جدا بوجوده في المكان. اهدى كده يا باشا، هو قصد انه يضايقك اصلا. وبعد كده بيجيب بنت تانية غير سانتي على اساس ان هي تكون بطلة الفيلم. ومامة بتعمل نفسها ان هي ست مجنونة وبتروح وتحذر موكيش انها تصيبه لعنة خزعبلية كده ومش عارفة ايه. ولما موكيش بيدخل البيت بيلاقيه رجع زي ما كان واحسن وكأنه ما اتحرقش. بيقدم للناس صورة شانتي لان هي كانت في الاساس بطلة الفيلم ده. وبعد كده بيبدأ تنفيذ الخطة بتاعته، وبيكونوا انهم يعملوا شرار كده يولع في الصورة، لكن بيحصل عكس ده تماما. الصورة بتولع بجد وهم مش بيكونوا فاهمين ايه اللي حصل ده. وبعد كده كلهم بيكونوا مجتمعين عشان يكملوا بقية الخطة. بيبعت لموكيش مسج على موبايله على اساس ان هو البنت اللي هي هتاخد بطولة الفيلم، بيقوله فيها ان هو عايز يقابله في اوضة التغيير واللبس والميك اب لوحده، وهو بيكلمه كده على اساس ان البنت هي اللي بتتكلم يعني. وبتكون سانتي موجودة هناك وهم مخططين ان هو يشوفها على اساس ان هي شبه شانتي. وطبعا هو بيبتدي يرتعب ويصرخ جامد. بيجري عليه بسرعة وبيقوله اهدى في ايه. بيقوله ان هو شايف عفريتة هنا. بيقوله والله مفيش عفريت هنا غيرك يا جدع، مفيش الكلام اللي انت بتقوله ده. بعد كده بياخد موكيش علشان يشوف مشهد الفيلم اللي اتصور، وهو بيكون حاطط لقطات لسانتي على اساس ان هي شانتي وبيجننوه على الاخر. وبيكون موكيش خلاص مش قادر يستحمل كل اللي بيحصل ده. بيهدده وبيقوله انت لو ما كملتش الفيلم ده انا هوقف سمعتك ومسيرتك المهنية تماما. وبعد كده بيضطر ان هو فعلا يكمل تصوير الفيلم لان ده تهديد من شخص ابن ممثل كبير وممكن يعمل فيه كده. وخلاص بقى كلهم بيجتمعوا علشان ينفذوا الخطة الكبيرة بتاعتهم النهاردة. وبعد كده موكيش بيشوف صور سانتي في الشريط وبيعرف ان هو انضحك عليه لان لو كان بيتهيأله فعلا ما كانش شاف صورها في الشريط. وبعد كده بيبدأ الاستعراض، والأغنية بتاعة الاستعراض ده بتحكي قصة الفيلم كامل، وهي بصراحة أغنية حلوة جدا وأنا بحبها. وطبعا في الوقت ده موكيش بيشوف شانتي في كل مكان وبيفضل يمشي وراها من مكان للتاني لحد ما هي بتتعور، وهو بيقول في باله أنا مش مغفل للدرجاتي، هو في عفريت بيتعور أصلا. وبيكون خلاص هيوصل لها لكن النجفة الكبيرة دي بتقع وبيغمى عليه، ولما بيفوق مش بيلاقي أي حاجة حواليه. وبيظهر له وبيقول له إن هو عارف كل حاجة عملها وإن روحه رجعت علشان تنتقم من اللي هو عمله. موكيش بيقول له وقف لعب العيال اللي انت بتعمله ده، أنا فهمت كل ألعابكم وعرفت اللعبة اللي انتوا بتلعبوها عليا. في الوقت ده بابو والمساعد بيعرفوا خلاص ان موكيش قفش كل حاجة، وبيكون عايز يروح بسرعة علشان يمنع سانتي من انها تخرج، لكن الباب بيقفل ومش بيعرفوا يخرجوا. موكيش بيقول لأم ان مفيش اي دليل على الكلام اللي هو قاله ده. في الوقت ده بتظهر سانتي وبتقول انا بقى معايا الدليل. بيحاول انه يوقفها ويقول لها خلاص احنا اتكشفنا من بدري اساسا وبطلي اللي انت بتعمليه ده، لكن بينصدم لما بيلاقيها بتقول حاجات محدش يعرفها غيره وغيرها، زي مثلا ان بعد ما النار انطفت وبعد الانفجار موكيش رجع تاني، وقتها هي كانت عايشة وهو رجع دفنها تاني تحت النجفة دي. وهنا بقى موكيش بيتجنن لان محدش يعرف الكلام ده وبيفضل يصرخ كده وبيطلع المسدس بيمنعه والمكان كله بيولع. وخلاص بيمسك المسدس وبيكون هيموته، لكن سانتي بتقوله بس هو اصلا كده كده هيموت، وهي بتبص للنجفة والنجفة بتنزل عليه وبتدغدغه. وفي الوقت ده مش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل لحد ما بيشوف بابو وسانتي بيندهوا عليه من الناحية التانية، وهنا بيفهم كل حاجة وان البنت اللي كانت واقفة دي هي روح شانتي مش سانتي، وهي اللي ساعدته في الانتقام من موكيش. وخلاص بقى بيودع حبيبته شانتي بعد ما خلاص انتقم لها.
الوداع حبيبتي، وتوتا توتا خلص الحدوتة. يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة بليز. وتوتا توتا خلص الحدوتة، سلام.